ما عدت أتحمل. كل يوم نفس الروتين، نفس الحرمان. أولادنا يكبرون ولا نستطيع حتى شراء ملابس جديدة لهم. قالت فاطمة بصوت متعب: أعلم يا فاطمة، أعمل كل ما بوسعي، لكن الرزق قليل. الحمد لله على كل حال، رد علي وهو ينظر إليها بحزن. فاطمة ضربت الطاولة بقبضتها وقالت: أي حمد هذا؟ ألم يأن الوقت لنتذوق طعم الحياة؟ لقد سئمت من رؤية أحلامي تتحول إلى سراب. علي قال: الصبر مفتاح الفرج. فاطمة تنهض فجأة وقالت: لا صبر بعد اليوم يا علي، أريد الطلاق. ينظر إليها علي بصدمة، يتوقف عن شرب الشاي وتتسع عيناه. علي قال: الطلاق؟ هل فقدت عقلك يا فاطمة؟ فاطمة ردت: لا، بل استعدته. لم يعد بإمكاني الاستمرار في حياة. أولادي يستحقون حياة أفضل، وأنا كذلك. سيب.